السلام عليكم. أنا كنت عايز أعرف بس هو ليه الكابتن حسام عبد المجيد الهداف العالمي؟ ليه هو المتخصص ضربات الجزاء بقى هو المتخصص؟ وليه هو اللي يخش على عبد الله السعيد؟ وليه يخش على عدي الدباغ اللي هو كان بيلعب ضربات جزاء في بلجيكا؟ ليه هو ايه الميزة اللي فيه؟ شاط له تلات أربع ضربات جزاء من بعد ما البالونة راحت. بقى هو المتخصص عشان عبد الله السعيد ضاع منه كورة مع عبد الله السعيد. ياما نوم حراس، ياما مسح بالحراس الخط الجير ده اللي على خط المرمى ومفيش حد كان بيصد كورة. ليه دلوقتي؟ عشان عبد الله كرة انصدت وترجع التاني واتسجلت، حسام سجلها فخلاص كده حسام بقى هو نمبر 1. ليه يعني الزمالك بيخلي اللعيبة اللي هي انصاف لعيبة بيبقى يعملهم نجوم من ضربات جزاء؟ انا عايز اعرف ليه بقى الانصاف ديت بتبقى نجوم. عبد الله حسام عبد المجيد ومين تاني وسيف الجزيري كان بالشكال على ضربة الجزاء اصلا، يعني كل لعيبة بتعمل لمصلحتها. انا عايز مجلس الجهاز الفني يعمل لمصلحة النادي. يبقى شوف النجم الهادي الراجع كرة في اخر ثانية، يبقى لازم عبد الله السعيد اللاعب اللي عنده خبرة هو اللي يشوطها. دي مش فيها جدال. وبعديه عدي الدباغ. خش بقى على الجهاز الفني يا اسطى، انتوا مش خرس على عيني وراسي والله معتمد جمال والجهاز الفني، بس انتوا مش خرس يا اسطى. لازم تتكلموا انت كان معاك حكم مش عايز اتكلم عشان انا صايم. انت حكم مش عنده بربع جنيه ضمير. فبلاش عشان ما اتكلمش اكتر من كده. بس ضرب من الخلف والبزيرة انضربوا، تضييع وقت وضيع كل حاجة. ضربة جزاء مش ضربة جزاء، الكرة الأولانية ديت مش فيها ضربة جزاء وحسب ضربتين جزاء. انت اتكلم يا اسطى، الوقت اللي بيضيعوه احنا مع الزمالك في اي دقيقة اي ثانية بتضيع تتحسب ضربة جزاء. اي ثانية بيتحسب كارت اصفر للحارس للمدافع للي بيلعب تماس بيجي طالعين جري كارت اصفر يا كابتن. ضيع في الوقت ليه؟ بيبقوا عاملين بقى ايه سبع رجالة في بعض. انت عندك اللعيب بيضيع انت ما بتتكلمش. انت يا اسطى اخرس ده وليد صلاح الدين اللي هو محترم ومقطع السجادة. بقى بيعترض. انت مش لازم تتكلم مع الحكام، لا اما هيمسح بيك النجيلة، بلاش هيمسح بيك حاجة تانية. فانت لازم تتكلم عشان تاخد حقك. انت لو ما اتكلمتش في المنظومة القذرة بتاعت الكرة المصرية ديت مش هتاخد حقك، اقسم بالله ما هتاخد حقك. فلازما ولازما تشوف في التشكيل بتاع نادي الزمالك في غلطات كتير. لازم تراجع نفسك يا كابتن معتمد، احنا عارفين ان انت راجل محترم وقدمت الكتير لنادي الزمالك. عايز تقولوا لي بس رأيكم كده في الكومنتات، كلامي صح ولا انا غلط؟